حارس شخصي لرئيس الوزراء بيتحول لبركان مدمر وبينتقم لموته من إرهابي خطير وبيدخل معاه في حرب. بيبدأ فيلم النهاردة بكثير اللي بنشوفه فوق القطر بيحط قنابل متفجرة وبعدها بيهرب بسرعة وبيرمي نفسه والقطر بينفجر، وساعتها بنرجع للماضي وبنشوف ايه اللي حصل قبل كده. وبيكون في حفلة كبيرة جدا بيحضرها وزير الاتصالات ورئيس الوزراء والمساعد بتاعه بيكونوا جايين في الطريق علشان يحضروا الحفلة، ولكن وقتها بيهجم عدد كبير جدا من الإرهابيين على الحفلة وبيقتلوا ناس كتير جدا وبياخدوا وزير الاتصالات رهينة. وبيتصل ابهي بأبوه رئيس الوزراء وبيطمن عليه وبيقول له أنا كويس ودلوقتي رايح المكتب بتاعي. في الوقت ده الإرهابيين بيطلبوا من الحكومة إنهم يفرجوا عن 5 من أصحابهم وإلا هيقتلوا الوزير. إنجالي بنت وزير الاتصالات بتكون موجودة وبتكون خايفة جدا، بس رئيس الوزراء بيؤمر جوزيف قائد القوات الخاصة إنهم يبدأوا الهجوم على الإرهابيين ويخلصوا عليهم مهما يكون عدد الضحايا. وفعلا بتبدأ القوات الخاصة بتدخل المبنى وبتقتل في الإرهابيين وبتخلص عليهم، ولكن للأسف واحد من الإرهابيين بيقتل وزير الاتصالات ورئيس الوزراء بيعزي إنجالي وبيقول لها ما كانش في حل غير كده. بتعد فترة كبيرة جدا وبنشوف صحفية بتعمل لقاء مع كثير واحد من المزارعين وبيقول لها انه بيقدر يوفر سماد طبيعي من مخلفات البشر وبيطالب الحكومة انها توقف المشروعات اللي بتدمر الارض الزراعية. وفي ليلة كثير بيدخل مخزن عنده وبيفتح خزنة وبيكون فيها قنابل ومتفجرات وبياخدهم. في نفس الوقت ده الحكومة الهندية بتكون قبضت على واحد من الإرهابيين وبيعذبوه وبيحاولوا يعرفوا منه اسم القائد بتاعهم وموجود فين. كثير بياخد كل المتفجرات وبيجهز نفسه وبيهجم على مخزن كبير جدا لتخزين المواد الكيميائية وبيقتل كل الحراس الموجودين فيه وبيخلص عليهم وبيزرع متفجرات في كل مكان وبيفجره وبيهرب بسرعة. بنرجع للإرهابي اللي الحكومة بيعذبوه، وقبل ما يعترف باسم القائد بتاعهم بنشوف واحد ماسك تليفون وبيكتب رقم، وأول ما بيضغط اتصال الإرهابي بينفجر وبيموت وبنعرف انه كان زارع قنبلة جوه جسمه. بعدها بنشوف عسكري بيشاور لكثير من بعيد وبعدها بيدخل المخزن بسرعة وبيفتح شوال من الموجودين وبيلاقي جواه باسبور سفر وبيعرف ان عنده مهمة في لندن ولازم ينفذها. بيسافر كثير وبيوصل لندن، وفي نفس الوقت ده بيوصل رئيس الوزراء لندن وبيكون في مؤتمر صحفي هيتكلم فيه رئيس الوزراء، وهناك بيشوف إنجالي وبتتعرف على كثير وبتحاول تساعده وبيشكرها وبيروح كثير يبص على المكان بطريقة غريبة جدا. وبيبدأ مؤتمر رئيس الوزراء وبيفضل يتكلم مع الجمهور وبيجاوب على الأسئلة. في الوقت ده كثير بيطلع مسدسه بس بيشوفه طفل صغير فبسرعة بيخبي المسدس وبيخلص المؤتمر. وفجأة كثير بيطلع مسدسه وبيقتل المسؤول عن الكاميرات وبتحصل فوضى في المكان وبيهجموا الإرهابيين علشان يقتلوا رئيس الوزراء، بس الحرس الخاص بيقدروا ياخدوه بسرعة في العربية وبيمشوا. تاني يوم جوزيف بيقدم كاثر لرئيس الوزراء وبيقول له انه ضابط في المخابرات العسكرية وعمل مهمات كتير جدا في باكستان وقدر انه يخلص على مجموعات إرهابية كتير جدا. وبيعجب بيه رئيس الوزراء وبيطلب من جوزيف انه يخليه يكون الحارس الشخصي بتاعه. وفي يوم كثير بيشوف الراجل اللي كان بيركب الكاميرات في قاعة المؤتمرات وبيعرف انه ارهابي كان عاوز يقتل رئيس الوزراء، والارهابي بيدخل الكازينو وبيقابل واحد شعره طويل ولما بيشوفوا كثير بيخرجوا بسرعة وللأسف كثير ما بيقدرش يمسكهم وبيهربوا منه. تاني يوم الصبح بنشوفهم في المطار وإبهي ابن رئيس الوزراء بيعرف إنجالي على كثير وبيقول لها إنه ضابط في المخابرات العسكرية ولولا كانت الإرهابيين قتلت أبوه. وبيركبوا كلهم الطيارة وبيسيبوا لندن. وبعدها بنشوف كثير بيتكلم مع رئيس الوزراء في بيته وبيقول له إنه لازم يشوف عروسة ويتجوز، فبيقول له إنه كان خاطب واحدة وبعدها راح مهمة في باكستان ولما رجع من المهمة لقاها متجوزة. وإبهي أمه بتروح تصحيه بسرعة قبل ما أبوه يجي وبيروح يتدرب بسرعة لأن أبوه عاوزه يكون رياضي ونشيط جدا علشان يأهله إنه يكون رئيس الوزراء بعده. وقتها بيشوفوا في التلفزيون خبر إن مجموعة من الإرهابيين قتلوا مجموعة جنود من الهند ومثلوا بجثثهم، ورئيس الوزراء بيغضب جدا وبيقول للمساعد إنه يستدعي السفير الباكستاني في مكتبه. رئيس الوزراء بيقابل سفير باكستان وبيقول له إن الجيش بتاعه بيرتكب فظائع وبيقتل في الهنود ودي مش أول مرة، لكن السفير بينكر كل حاجة وبيقول له دول إرهابيين واحنا ما نعرفش عنهم أي حاجة. وفي يوم ما هديف وزير الصناعة بيزور رئيس الوزراء في بيته
وبيقول له ان الباكستانيين بيهاجموهم وبيقتلوا شعبهم، وعشان كده لازم ينتقموا منهم، وعنده خطة يقدروا يدمروا بيها باكستان ومن غير ما اي حد يعرف اي حاجة. في الوقت ده كثير بيكون معاهم وبيطلب مهاديف من رئيس الوزراء انه يمشي كثير، وفعلا بيخرج وبيقفل الباب وبيبدأ الاجتماع السري بينهم، ومش بنعرف ايه الحوار اللي دار بينهم. وبنشوف في بيت جوزيف صديقه كاثر وانجالي وبيحتفلوا بعيد ميلاد مراته. في الوقت ده نفس الشخص ابو شعر طويل بيتصل بجوزيف وبيقول له انا قريب منك جدا، وبيقتل القطه بتاعته وبيقول له انا اقدر اقتل مراتك في اي وقت. كاثر وقتها بيقدر يشوف القناص اللي ضرب عليهم نار وبيروح بسرعه يجري وراه وبيقدر يمسكه وبيفضل يضرب فيه وبيربطوه في عمود. ونفس الشخص بيتصل بيهم تاني وبيقول لهم انهم مش هيقدروا يوصلوا لاي معلومات عنه، وبيفجر القناص اللي ربطوه وبيقول لهم ان بكره هيقابلهم في كشمير. وبيروحوا يراجعوا كاميرات المراقبه في المطار علشان يشوفوا مين اللي كان بيتكلم في الوقت ده، ولكن بيكون وشه مش باين للكاميرا. ووقتها بيفجر قنبله في المطار وبيعمل فوضى علشان يقدر يهرب من المكان. وبيجي اتصال لجوزيف وبيقول له ان رئيس الوزراء هيروح كشمير. وقتها كاثر بيستغرب جدا ازاي ان الراجل اللي بيتصل بيهم عرف ان رئيس الوزراء هيروح كشمير، مع ان الميعاد اتحدد قبل ساعة بس. وبيوصل رئيس الوزراء كشمير علشان يزور المناطق اللي دمرها الفيضان، وبيكونوا عاملين احتياطات امنية شديدة جدا. وبنشوف انجالي راكبة العربية مع رئيس الوزراء وبيتكلموا وبيهزروا مع بعض. وفي الاحتفال ده اي حد بيشكوا فيه من الموجودين بيقبضوا عليه فورا، وبيشكرهم رئيس الوزراء على الترحيب وعلى المعاملة الكويسة اللي قدموها له. وبنشوف نفس الشخص الارهابي قاعد بيراقبهم من بعيد جدا من فوق الجبل وبيقص في ضوافره. وانجالي بتقول لرئيس الوزراء انه لازم يسلم على الناس اللي حصلت لهم اعاقات بسبب الفيضانات، وفعلا بيروح لحد عندهم وبيسلم عليهم. وفي الوقت ده الارهابي بيكلم كاثر وبيقول له في قنبله في كل مكان موجودين فيه وهيقتلوا رئيس الوزراء دلوقتي. وبيبدا كاثر يدور على المتفجرات، وفجاه بيقوم طفل صغير وبيشغل قنبله وبتحصل انفجارات كتيره جدا، وبتكون في قنبله تحت عربيه رئيس الوزراء وبيتصاب اصابات خطيره جدا وللاسف بيموت. وبيقدموا كاثر للمحاكمه وبيقولوا له ان مهمته كان يحمي رئيس الوزراء مش يحمي الاطفال، وبيوقفوه عن العمل. وبعدها الحكومه بتختار ابنه ابهي يكون رئيس الوزراء مكانه، وكل اعضاء الحزب بينتخبوه وبيوافقوا عليه. وبنشوفهم في مكان الحادث وبيحققوا في كل الادله اللي موجوده. وفي الوقت ده بيلاحظ كاسر ان في مبنى فوق الجبل اللي كان فيه الارهابي، ولما بيروح هناك بيلاقي دم على الارض وضوافر الارهابي. في الوقت ده بيهجم عليه مجموعة ارهابيين وبيبدأ قتال عنيف جدا معاهم، وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم وبيقتلهم. وقتها بيتصل بيه الارهابي وبيهدده وبيقول له لسه اللي جاي اصعب، لكن كاثر بيوعده انه هيقبض عليه في اسرع وقت ومش هيسيبه. وقتها بيظهر انه راكب في العربية مع وزير الصناعة مهديف، وهو ده اللي مكلفه يعمل كل الحاجات دي. وبتوع البحث الجنائي بيروحوا البيت اللي فوق الجبل وبياخدوا الضوافر وبيرفعوا كل البصمات والأدلة اللي موجودة. وبنشوف مهديف في معمل أسلحة بيولوجية سري، والعلماء هناك بيقولوا له إنهم قدروا يفصلوا ذكور الجراد عن الإناث وعندهم كميات كبيرة جدا ومستنيين أوامره. ورافي المساعد بتاعه بيقول له إن المزارعين رفضوا يبيعوا لهم الأرض ومش هيقدروا يستخرجوا منه اليورانيوم والثوريوم، فبيقول له ما تقلقش هخليهم يبيعوا الارض ويترجوا كمان انه ياخدها. فبيؤمر رجالته انهم يطلقوا اعداد كبيره جدا من الجراد على المحصول بتاعهم، وملايين من الجراد بتهجم على المحصول وبياكلوا كل حاجه وبيدمروا كل الاراضي المزروعه. وكاثر بيقابل واحد من علماء الحشرات وبيقول له ان النوع ده من الجراد مهيأ للتدمير، وانهم اكتشفوا ان كلهم ذكور وانهم في خلال 3 أو 4 ايام هيموتوا كلهم. وبنشوف بعدها ابهي طالع في مؤتمر صحفي وبيكون متوتر جدا، بس كاثر بيشجعه وبيقول له انه لازم يكون هادي اكتر من كده، وبيسمع كلامه وبيجاوب على كل الاسئله اللي بتتوجه ليه. كاثر وجوزيف بيروحوا المعمل الجنائي والمسؤول هناك بيقول لهم اكتشفت ان البصمات هي بصمات رانجيت. وبنعرف وقتها ان رانجيت كان ضابط في المخابرات العسكريه الهنديه بس خانهم، وكان السبب في القبض على كاثر وقتل عدد كبير جدا من ضباط الجيش الهندي. وبنعرف بعدها ان كاثر قبض عليه واتسجن بتهمه الخيانه، لكن خرج من فتره صغيره جدا ومحدش عارف خرج ازاي. وبنشوف مظاهرات للمزارعين بسبب ان شركات وزير الصناعه عاوزين ياخدوا الارض غصب عنهم، ومهديف وقتها بيطلب من رافي انه ينهي المظاهرات، فبيبعت مندسين وسطهم وبيعملوا شغب وبيفضلوا يضربوا في الشرطه، والشرطه بتقتل من المزارعين عدد كبير جدا وبيعتقلوا الباقيين.
وبيضطر الناس بعدها انهم يبيعوا ارضهم ويتنازلوا عنها. وبتوصل الاخبار لابهي ان المزارعين اتسجنوا لانهم اعتدوا على الشرطه، بس كاثر بيقول له ان الشرطه كانت مجهزه بلطجيه وهم اللي قاموا باعمال الشغب، والمزارعين الغلابه راحوا ضحيه، وده بسبب ان مهاديف عايز يستخرج اليورانيوم والثوريوم ويبيعه بملايين الدولارات للدول الاجنبيه. ابهي بياخد قرار بوقف التنقيب والتعدي على الاراضي الزراعيه، وتاني يوم بيروح له مهاديف وبيقول له ازاي توقف شغل المناجم والتعدين، وبيقول له ان الارض دي فيها يورانيوم بكميات كبيره جدا تساوي مليارات الدولارات، وبيحاول يقنعه يرجع في قراره، لكن ابهي بيرفض وبيدي اوامره بغلق كل المناجم وشركات التعدين التابعه لوزير الصناعه، وبيغضب جدا مهاديف وبيهدده انه هيقتله لو ما رجعش في قراره. وبيجي عيد ميلاد انجالي وبيحضر ابهي وعدد كبير جدا من الحكومه، وفجاه بيظهر رانجيت وبيبتدوا يضربوا نار عليهم علشان يقتلوا ابهي ويخلصوا على كل الموجودين معاه. وبيستمر ضرب النار وقت طويل جدا، وبتتصاب انجالي برصاصه في ايدها، وبيقدر كاثر وجوزيف انهم يخلصوا على كتير جدا من الارهابيين. وواحد من الشرطه بياخد عربيه وبيركب فيها كاثر وابهي، وقبل جوزيف ما يركب معاهم واحد بيضربه بالرصاص، وكاثر بيدخله جوه العربيه بس للاسف بيموت، وبياخدوه على المستشفى وبيدخلوه المشرحه وبيخرجوا الرصاص من جسمه. لكن وقتها بريم بيبدل الرصاص اللي خرجوه من جسمه برصاص تاني، وكاثر بيشوفه هو بيبدل الرصاص وبيقبض عليه حالا وبيعلقه، وبيفضل يعذب فيه، وبيعترف بريم انه عميل بيشتغل مع رانجيت، وان هو اللي كان بيبلغه كل حاجه وكل تحركاتهم، وان هو اللي قتل جوزيف لانه كشفوا انه عميل وخانهم فخاف منه وعشان كده قتله. وبيفضل كاثر يعذب فيه لحد ما بيقوله المكان اللي موجود فيه رانجيت، وكاثر بيوصل البيت اللي موجود فيه رانجيت وبيدخل اوضه التحكم بتاعته، وبنشوف فيديوهات وتسجيلات كتيره جدا مسجلها الرئيس الوزراء، وبيعرف ان فكره الجراد كانت فكره مهاديف، وكان عاوز يدمر باكستان ويطلق فيها مليارات الجراد ذكور واناث، بس رئيس الوزراء بيرفض وبيقول له مش ممكن ادمر شعب كامل مهما كان، وهو اللي دمر الاراضي الزراعيه علشان يطلع اليورانيوم والثوريوم، وكمان هو اللي امر بقتل رئيس الوزراء. ولما بيجي ينسخ الملفات من على الكمبيوتر رانجيت بيشوفه وبيشفر كل الملفات وبعدها بيحذفها وبيفجر قنبله، لكن كاثر بيهرب بسرعه من الانفجار قبل ما يموت. وبعدها بيكتشفوا عدد كبير جدا من الميكروفونات واجهزه التجسس في بيت رئيس الوزراء، وابهي بيغضب جدا، وكاثر بيقول له على كل حاجه وانهم لازم يقبضوا على مهاديف، وابهي بيؤمر بقفل واغلاق كل الشركات التابعه لمهاديف وكل شركات المستثمرين اللي بيشتغلوا معاه. وبعدها مهاديف بيتصل بيه وبيقول له انه هيوقف التعدين في الاراضي الزراعيه بس بشرط واحد، انه ما يقفلش الشركات بتاعته، وبيتفقوا على كده هما الاتنين. بس مهاديف بيقول للمساعد بتاعه انه يجهز قطر الجراد ذكور واناث ويطلقهم في كل الهند علشان يدمروا كل المحاصيل الزراعيه، وفي الوقت ده كاثر بيجهز نفسه وبيهجم على القطر وبيحطوا فيه متفجرات كتير جدا وبيهجم عليه الحراس، لكن بيقدر انه يخلص عليهم ويقتلهم، وقبل القطر ما يدخل النفق بيرمي نفسه وبيفجر القطر وبيموت كل الجراد اللي موجود فيه. وبيكون ده اول مشهد بدأنا بيه فيلم النهارده، وبنشوف مؤتمر صحفي كبير جدا لرئيس الوزراء ابهي، وفي الوقت ده بيهجم رانجيت ورجالته على اوضه التحكم وبيقتلوا الموجودين فيها، وبنشوف ابهي ومهاديف قاعدين جنب بعض، وبنعرف ان ابهي هو اللي طلب من مهاديف انه يخلصوا من ابوه يقتله علشان يبقى هو رئيس الوزراء. وكاثر بيعرف ان رانجيت ورجالته موجودين في المؤتمر وهيحاولوا يقتلوا رئيس الوزراء، ورانجيت بيشوفه وهو داخل وبيكون بيراقب المكان كله. كاثر بيهجم عليهم وبيخلص على الحراس وبيدخل اوضه التحكم وبيبدا القتال عنيف جدا مع رانجيت، وبيفضل يضرب فيه ما بيرحموش وبينتقم منه، وبياخد تليفونه وبيقول له عاوز اعرف اماكن رجالتك فين، فبيمليه رقم وبيقول له اتصل بيه. لكن قبل ما يتصل رانجيت بيشوف انجالي جنب مهاديف، فبيقول له ما تتصلش لان لو ضغطت على اتصال في قنبله هتنفجر وحبيبتك انجالي هتموت لان معاها القنبله. فكاثر بيؤمر رجالته انهم يقبضوا على انجالي ويفتشوا الشنطه بتاعتها، بس مش بيلاقوا حاجه فيها، وبتروح لحد عنده وبتساله ايه اللي حصل. رانجيت وقتها بيتهمها انها شغاله معاهم وبيقول لهم في ايدها قنبله، وفعلا بيقدروا يكتشفوا القنبله اللي في ايدها. ورانجيت بيقول لهم ان انجالي لما اتصابت برصاصه اتفقوا مع الدكتور يزرع لها قنبله في ايدها، وبيقدر كاثر يكشف بكل بساطه ان انجالي بريئه وملهاش اي علاقه بيهم، ورانجيت بيكذب عليهم، وبيؤمر واحد من رجالته ياخد انجالي على المستشفى وبيخرجوا من ايديها القنبله. بس رانجيت بيقول له حتى لو الخطه فشلت في خطه بديله هتنجح، وبيحاول يعرف ايه هي الخطه التانيه، لكن رانجيت ما بيرضاش يقول له، وبينده الاتنين من رجالته
وبيخليهم يقفوا يحرسوا رانجيت علشان ما يهربش ويسيبهم ويمشي، لكن رانجيت بيقدر انه يقتلهم ويهرب. في الوقت ده مهديف بيركب عربيته وبيركب جنبيه رانجيت وبيقول له كل حاجة هتتم زي ما اتفقنا ورئيس الوزراء هيموت. وبيتصل بكاثر وبيقول له القنبلة موجودة في السترة الواقية اللي انت لابسها، ولو حاولت تقلعها هفجرها. واول ما بيضغط على جهاز التفجير العربية اللي راكب فيها هو ومهديف بتنفجر. وبعدها كاثر بيحكي لإبهي وبيقوله انه لما عدى من جنب الكلاب واحد منهم اكتشف قنبلة في السترة اللي هو لابسها، وعشان كده بدلها بسرعة وخدها وحطها في عربية مهديف. وبيقول له كان لازم نضحي بواحد علشان ننقذ الملايين. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. سلام.